هدف الشيبي غلطة الشناوي ولا لأ؟ ناس كتير قالوا غلطة الشناوي. طب ما تيجي نشوف. يلا بينا. أولا أنا هتكلم عن حاجة بخصوص حراسة المرمى. في جزء من كرة القدم هي توقع الحارس، سواء التسديدة من خارج المنطقة أو من داخل المنطقة. عشان كده لو جينا نشوف النقطة التانية اللي أنا هتكلم فيها، وهي تمركز الحارس نفسه. هل الشناوي كان متمركز بشكل صحيح ولا لأ؟ هنشوف هنا ان الشناوي كان متمركز بشكل خطأ، وبدل ما ياخد خطوة للأمام ثم الارتقاء ناحية اليمين خد خطوة للشمال ثم الرجوع لناحية اليمين. وانا بلاحظ دايما ان الشناوي لما بيجي يصد تسديدة بياخد خطوة للشمال اللي هي عكس اتجاه الكرة دايما. فانت كان المفروض ان انت تاخد خطوة للأمام ثم تاخد خطوة تانية وتعمل تراي بعد الخطوة التانية. انت دايما بتنط من الثبات، فده بيصعب عليك الكرة ان انت تصدها. عموما هي الكرة مفاجأة، وده ما يمنعش ان اي حارس كبير لازم يصد الكرة المفاجأة والكرة الصعبة. وده ما يمنعش برضو ان محمد الشناوي كان نجم المباراة، وبرضو ما يمنعش ان غلطة الهدف من البداية كانت بتاعت احمد رضا. انا بتكلم على نقطة حراسة المرمى. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعة، وبشكركم.